السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معشر النحالين في الوطن العربي، اليوم على قناة الأستاذ سعيد السهيمي سوف نتكلم في موضوع مهم جدا جدا، وهو الفروة وطريقة مكافحتها بمنتج واحد فقط وعلاج واحد فقط لا غير. هذا العلاج طبيعي 100%، لن يكون له أي أثر على العسل. زيت عادي، زيت يستخدم الإنسان في أكله. الفروة، أيها الأحباب، كلنا نعرف الفروة كنحالين في جميع أنحاء العالم، مرت علينا ومرت على النحالين وعالجناها بجميع أنواع العلاجات، ولكن للأسف الشديد لا زالت مشكلة قائمة إلى اليوم منذ اكتشافها 1904 إلى يومك هذا، وهي تشكل خطر قائم على النحل. ما هي الفروة؟ طفيل أكروسي يهاجم النحلة ويتطفل عليها ويعيش في داخل العيون السداسية المغلقة. الشيء اللي ما نعرفه إن سبحان الله الفروة البالغة الأنثى منها تدخل إلى العين السداسية بتاعة اليرقة أو حقة اليرقة في اليوم الخامس، ومن ثم تتغذى حتى تقفل هذه اليرقة عليها، تصير حضنة مغلقة. بعد 60 ساعة تضع البيضة الأولى، وغالبا أنثى، تضع 5 إلى 6 بيضات، الأولى منها حوالي من 5 كلها إناث، والبيضة الأخيرة يكون ذكر. بعد هذا تبدأ تتطور. طبعا الإناث منها مدة يعني وقت تطورها من البيضة إلى الحشرة البالغة تقريبا ما بين 7 إلى 8 أيام، أما الذكر فهو ما بين 5 إلى 6 أيام. وهذا يفسر أنه في بعض سلالات النحل وخاصة السلالة اليمنية لا تستطيع كل الفروة أن تتطور وتخرج حلم بالغ يستطيع أن يفتك بالنحل. لذلك وهذا طبعا من حكمة الله سبحانه وتعالى، أي نحلة تخرج من العين السداسية وما يخرج معها إلا الحلم اللي استطاع أن يصل إلى مرحلة البلوغ، قد يكون واحدة من البيض هذا أو حبتين والباقي يموت. أول ما تخرج النحلة كل الحلم الذي لم يبلغ إلى مستوى النضوج جميعه يموت. العلاج، ليش فشلت جميع علاجات الفروة على مر هذه الفترة الزمنية الطويلة؟ هناك سببين مهمة. الأول عدم توحيد فترات العلاج في الأقطار اللي يتواجد فيها النحالين. ثانيا أن الفروة نفسها تكون مقاومة لهذا المنتج اللي يعالجوه به النحالين، ولكن بحول الله سبحانه وتعالى حتى ينجح العلاج اللي الآن سوف نتكلم عنه، يجب أولا على كل النحالين في كل قطر أن يجتمعوا على العلاج في شهر معين، بسبب أني ضد العلاجات الكيميائية لخطرها على الإنسان وخطرها على النحل ومتبقياتها في العسل ومنتجات الخلية كاملة الستة. فكرت ليش ما نستخدم العلاجات الطبيعية؟ ليه ما نبحث في الصيدلية الربانية، في الصيدلية العشبية؟ ليش ما نبحث في الأعشاب، في الزيوت لعلاجات النحل؟ وسبحان الله يعني ما تكملت أقل من السنة سبحان الله واكتشفت هذا العلاج السهل الميسر اللي نستخدمه حتى في أكلنا، نستخدمه نتدهن به، يتدهن به كثير من العالم على شعورهم وعلى جلودهم. علاج سهل جدا وبسيط وشافي للإنسان وللنحل بحول الله. علاجنا أيها الأحباب علاج بسيط ورخيص جدا، وبتوفيق الله سبحانه وتعالى استطعت أني أجد هذا العلاج بعد بحوث كثيرة وتجارب كثيرة على كثير من الأعشاب والزيوت، منها زيت النيم، منها زيت الثوم، البارسلي اللي هو البقدونس. طبعا لا تستغربون، البقدونس يوجد فيه 1 تقريبا 72 أوكزاليك أسيد. وعلاجنا سهل جدا، موجود في كل بقالة. هذا العلاج زيت الخردل ب5 ريال سعودي، حوالي دينار، حوالي تقريبا نصف دينار كويتي، تقريبا حول $1.50. سهل جدا وبسيط. طريقة العلاج سهلة جدا، تأتي بأي ورق. أنا جبت ورق A4، أي ورق يمص الزيت تأتي به، ومن ثم
تضع عليها الزيت بهذا الشكل، ولاحظ أنه يكون الزيت جميعه تمتص الورقة، لا يبقى زيت في الخارج أبدا. تحاول تضع الزيت بهذا الشكل. طبعا ممكن تأتي بشفرة، بمسطرة تمسح الزيت بها بهذا الشكل. بعد ما دهنا الورقة بالزيت، طبعا إذا كان الكميات عندك كبيرة، كميات النحل، ممكن تضع ورقة أخرى وتدهن ورقة ورقة بحيث أنها تمتص. أهم نقطة أنك مباشرة بعد تدهنها بالزيت تدخلها للنحل، والنحل والزيت لا زال له قوة تأثير. فتقوم تدخل الورقة بهذا الشكل تحت النحل، تحت براويز النحل بالضبط. طبعا في بروبوليس وشمع أسفل الخلية، ولكن بهذا الشكل، وتتركها نغطي الخلية وخلاص. طبعا الآن خلال 3 أيام فقط لا غير ترفع الورقة، تجد أنه الفروة تقريبا انتهت من الخلية. أنا أتمنى إن شاء الله أن تكون أفدتكم اليوم، وإذا وجدت فائدة لا تنسونا بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استخدام زيت الخردل كعلاج. هذا الخلية دوت عليها الفروة. هذا تواجد الفروة. ما شاء الله قضت على كثير من الفروة. هذا بعد العلاج أيضا بالمساطر. هذا الآن نتيجة علاج النحل بزيت الخردل. شويش ما شاء الله. هذه الفروة متواجدة، أدى مفعول بشكل جيد، وهذه أحد الخلايا الضعيفة كان السبب فيها الفروة، رغم أننا استخدمنا المساطر ولكن تبقت الفروة مكانها.